صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح مشرق بنور الله. ازيكم يا أحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبايبي، النهارده يومي مشحون على الاخر. يعني ايه مشحون؟ يعني مليان. للي ما يعرفش كلمه مشحون، مليان بايه؟ إيه يا هند؟ نقول لكم مليان بالدروس وجري ورا عيالي في الدروس، وكمان يعني بنيجي بنعمل اكل وشرب ومش عارفه ايه. فقلت بقى استسهل لهم النهارده واعمل لهم اي حاجه خفيفه كده، بما ان ايه اليوم النهارده مليان بالدروس. وطول النهار انا يعني معظم الوقت انا مش هنا، مش موجوده في البيت، بره ايه في الشارع مع عيالي. قلت اعمل لهم ايه؟ الفراخ المقرمشه. طبعا كل عيالنا وكل اطفالنا وكل حتى الكبار بيحبوا الفراخ المقرمشه. تعالوا نشوف احنا هنعملوها ازاي وبطريقه هندي ازاي. ولو وصلتوا لحد هنا متنسونيش في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا القناه، ربنا يديمكم. يا حبايبي، اهم حاجه في الفراخ المقرمشه اللي انتي هتسلقيها نص سلقه الاول. ليه نص سلقه الاول؟ بتضيعلك اي طعم زفاره فيها. طبعا احنا بعد ما خلصناها من المحلول الملح بتاعنا والخل والليمون، طبعا صفيناها من الميه بتاعتنا وخليناها زي كده فله شمعة منورة. انا عندي هنا دبابيس وكتف. عايزة تعمليها فرخة كاملة، يبقى تجيبي الفرخة وتقطعيها على 8 اجزاء. تقطعي الفرخة على 8 اجزاء، ماشي. لو عندك دبابيس لوحدها او كتف لوحده خير وبركة. لو عندك فرخة لوحدها يبقى لا تقطعيها على 8 اجزاء. بس اهم حاجة اللي انتي هتسلقيها 3/4 سوا الاول، يعني 25% سوا سليق، و75% التانية في الزيت اللي احنا هنعملوه. هنحطه هنا بقى، كنت غالية هنا مية اهو. نحط بقى البوكيه بتاعها بتاع السلق، اللي هو ورق لورا وطماطم وحبهان ومستكة وفلفل اسمر. ليه بقى نسلقوها الاول؟ اللي هي الاول هتضيع لنا طعم الزفارة، ثانيا هتخليها لنا طريه معانا في قلب الزيت، هتخليها طريه، ولما نيجي نعمل لها الكفر ما تغلبناش. وتالت حاجه اللي هي هتضيع الدم اللي فيها، ما يبقاش فيها دم. يعني في معظم المحلات ساعات احنا بنشتري الكنتاكي من بره بنلاقوا فيه لا مؤاخذه دم من جوه. لا، عمليه السليق ديت الاول بتمنعك من كل حاجه، وبتخلي الفرخه معاك نضيفه وحلوه وطريه زي ايه ما بنشتروها من اكبر محلات من بره، ماشي. هنا الميه غلت معانا اهي. هنسمو كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانزلي بالصدور بتاعتك او الفرخه بتاعتك او الدبابيس بتاعتك على حسب اللي انت ايه اللي انت جايباه. خلاص، صلوا بينا على النبي كده وما تقعديش ساكته. وقايله لك كذا مره وانت بتشتغلي، وانت تغسلي مواعينك، وانت حتى بتروقي شقتك، لازم تقولي بسم الله الرحمن الرحيم ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاص لحد هنا، خلاص لحد هنا. انا بقى هسيبها تاخد 3/4 سوا وارجع لها تاني، ونعمله معانا العجينه بالخلطه السحريه اللي هي بتتعمل زي المصانع بالظبط او المحلات بالظبط. بقى حبايبي نعمله العجينه السحريه بتاعه الكنتاكي وزي ما بنشتروها من بره بالظبط. هنحطه ايه معايا؟ نص كيلو من الدقيق، يعني ما يعادل كوبايتين من الدقيق، ما يعادل كوبايتين من الدقيق. خلاص لحد هنا، خلاص لحد هنا. هنحط عليه ايه نص كيلو دوت او كوبايتين الدقيق؟ هنحط عليهم نص كوبايه من النشا، نص كوبايه من النشا. ليه النشا دي بقى اللي بتدينا طعم القرمشه وبتخليها ناشفه كده وحلوه معانا. ومعلقه صغيره من البيكنج باودر او البيكنج صودا، البيكنج باودر او البيكنج صودا. خلاص لحد هنا، خلاص لحد هنا. يعني احنا حطينا كوبايتين دقيق او نص كيلو دقيق، ما يعادل يعني كوبايتين كبار من الدقيق، نص معلقه، نص كوبايه من النشا، ونص معلقه
من البيكنج باودر او البيكنج صودا. التوابل ايه بقى بتاعتنا اللي احنا هنحطوها يا حبايبي؟ التوابل اهي. عندنا معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من المبريكه، معلقه توم باودر، بصل باودر، معلقه كبيره من ملح، نص معلقه فلفل، ونص معلقه جنزبيل. دي البهارات بتاعتنا، ونص معلقه من البهارات المشكله. تاني معلقه كبيره من الكركم، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر، معلقه بصل بودره، معلقه توم بودره، نص معلقه قرفه، نص معلقه جنزبيل، واللهم صل على النبي، ونص معلقه من الكزبره الناشفه. وهنحطوا الملح بتاعنا دلوقتي. ماشي يا حبايبي لحد هنا وايه كده شغال كده مظبوط حاجتنا. هنحطوا بقى ايه عليها؟ هنحطوا معاها الميه بتاعتنا، ما يعادل كوبايه من الميه. انا عايزه العجينه بتاعتي تكون يعني لا سايبه قوي ولا متماسكه قوي، تكون وسط، تكون حلوه. هنعملها بالمضرب وارجع لكم تاني يا حبايبي نشوفوا العجينه بتاعتنا بالخلطه الفراخ بتاعتنا الحلوه بالتوابل عامله ازاي. بصوا اهي، لا تقيله قوي ولا سايبه قوي، وسط. ليه عاملاها وسط كده زي الكريب او زي عجينه الكريب او زي مثلا عجينه القرنبيط لما بتيجي تعمليه؟ علشان العجينه تمسك في الدبوس او حته الفرخه اللي عندك، ما تسيبش منه. هيبقى ده الكفر بتاع الدبوس او حته الفرخه اللي انت بتعمليه زي كنتاكي بالظبط. العجينه اهي قدامكم اهي وزي ما انتم شايفينها. تعالوا بقى نطلع الفراخ. طبعا انا هنا سلقه الفراخ ايه 3/4 سوا، يعني 25% من ايه من السليق. مش هنسلقها كلها، هطلعها من هنا هحطها فين؟ على العجينه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا بينا على النبي، صلوا بينا على النبي يا جماعه. هطلع كده الفراخ زي ما انتم شايفين، هحطها فين؟ في العجينه على طول زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تاخد من طعم التوابل كلها اللي احنا حاطينها فين؟ في العجينه. عايزه تقعدي بقى العجينه ديت مع الفراخ ساعه ساعتين على حسب ما تحبي، قعدي في قلب التلاجة عشان كله ياخد الطعم التوابل ومن العجينه الحلوه اللي احنا عاملينها. هطلعها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش برضه عليكم الفيديو. تعالوا بقى يا حبايبي نعملوا اخر خطوه في الفراخ المقرمشه او الفراخ الكنتاكي. طبعا انا هنا عشان اكون مصداقيه معاكم سبتها ساعه في قلب التلاجة عمال ما رحت مشوار مع عيالي كده للدروس وجيت، عشان ايه اكون في مصداقيه معاكم. هنا بقى اجي واعمل اخر خطوه. ايه هي اخر خطوه؟ عندنا نص كيلو الدقيق التاني اهو، اللي باقي من الكيلو الدقيق او كيلو الا ربع على حسب، يعني عايزه تكتري في الدقيق كتري. ومعلقه نشا كبيره، مش هنحط نص كوبايه زي ما حطينا هنا في العجين، وهنحط البهارات بتاعتنا زي ما حطيناها في العجينه بتاعتنا اللي هي الكركم والملح والبابريكا وتوم باودر وبصل باودر والكزبره الناشفه والبهارات المشكله والفلفل الاسمر والقرفه والجنزبيل. كل دي بهارات. بس هنا بقى في الدقيق دوت في اخر مرحله هتحطي نص معلقه من كل حاجه. خلاص يا حبايبي، حطينا ايه هنا في البهارات؟ نص معلقه كركم، ملح، فلفل، بهارات مشكله، بصل بودره، توم بودره، بابريكا، كزبره ناشفه، والفلفل الاسمر بتاعنا والقرفه والجنزبيل. وقلبي بقى كل الكلام ده مع بعضه. انا ما حطيتش هنا في الدقيق بيكنج باودر زي ما حطيت في العجينه حطلها معلقه صغيره بيكنج باودر ونص كوبايه من النشا. هنا حطيت معلقه كبيره نشا بس واستكفيت لحد هنا. خلاص لحد هنا، خلاص لحد هنا. تعالوا بقى نعملوا الخطوه
المهمة بتاعتنا، ودي زي المحلات بنشتروها من قلب المحلات. هناخده كده الدبوس او الصدر بتاع الفرخة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا علشان عملت العجينة يعني لا سايبة قوي ولا متجملة قوي. بصوا الكفر بتاعها العجينة كلها ماسكة فيها ازاي وحلوة. شايفين الكفر بتاعها. بصوا العجينة ماسكة في الدبوس ازاي، عشان ما عملتهاش سايبة وعملتها عجينة متماسكة شوية. هننزله بيها في قلب في قلب الدقيق، وهنحط الدقيق كده عليها، نعمله كده بايدينا من كل الجوانب كده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وهتيجي تنفضيها كده اهي. التعريجة اللي بتبقى في الدبوس او الصدر اللي هي بتبقى في الدقيق دي اللي بتديكي الشكل النهائي للكنتاكي زي المحلات بالظبط. التعريجة دي في بقى ناس بتحط يعني لما بتخلص الدقيق اول مرة بتحطها تاني في العجينة وبعد كده بتحطها للدقيق تاني. لا انا هنعملها مرة واحدة بس. يعني في ناس بتعملها على مرتين 3 عشان الدقيق يمسك والكفر يبان اللي هو تقيل كده. ولكن انا ما بحبش كده، بنعملها على مرة واحدة بس. خلاص هنشيله ديت ونعمله معاكم واحدة كمان. تعالوا كده معايا شوفوا برضو. هناخده كده الدبوس او الصدر بتاع الفرخة او الدبوس بتاع الفرخة على حسب اللي عندك وبتعملي بيه الكنتاكي. دبوس بقى صدر فرخة على حسب الحاجة اللي عندك. بس انا حابة في الكنتاكي اللي هي الدبابيس زي المحلات بالظبط. وتقومي تفضي كده شايفين التعريجة ديت هي دي بتاع الكنتاكي بالظبط. هخلص بقى كيلو الكمية اللي عندي وارجع له كده يا حبايبي. بقى بعد ما طلعتها من التلاجة هنحطوها في الزيت الغزير دوت اللي انتوا شايفينه دوت وهنحمروها معاكم. بس انا كده يا زيزو، بس انا مستنيه الزيت بس يسخن جامد علشان ده عايز له زيت غزير وسخن جامد جدا. اول ما هنحطوه هنخلوه يقعد 5 دقايق في الزيت السخن الجامد. بعد كده هنوطي عليه النار عشان نلاحظوا اللي احنا عاملينه نص سلقه بس، يعني 3/4 سلقه بس. وهيكمل سواه في قلب الزيت اللي احنا هنسخنوه جامد. ماشي يا حبايبي. نشوفوا كده الزيت كده نعملوا له اختبار. حطوا اي حاجه كده فيه كده نشوفوه لسه برضو ما سخنش لدرجه السخونيه اللي انا عايزاها. بصوا التعريجات اللي هو فيها. شوفوا التعريجات اللي احنا عايزينها في قلب الكنتاكي او الفراخ المقرمشه. يا سلام يا سلام يا سلام. هفتح مطعم بعد كده يا ولاد. يلا نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه يلا في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي بقى خلصنا التحمير الفراخ زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا سامعين طعم القرمشه. وبصوا بقى من جوه. بصوا طريه وبيضه مستويه. طبعا هي لسه سخنه. ادي الكنتاكي والفراخ المقرمشه اللي احنا بنشتروها من بره باسعار جامده. اعمليها ببيتك او فرلك احسن ولاولادك، وهتوفر عليكي وقت ومجهود وبرده شراء بالغالي.
واي واحدة ست بيت او بنت لسه مقبلة على الجواز او لسه متجوزة جديد ممكن تعملها بطريقة سهلة وبسيطة.